السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج ديوان الخليج. خرائط القمع في الخليج لا يبدو أنها تتوقف عند حد أو حدود. يقول ناشطون بأن هناك ابتكارا في الانتهاكات ويكاد يعجز النشطاء الحقوقيين عن ملاحقته وتوثيقه. وفيما كان الخليجيون يتمنون لو كانت الكويت أو لو كانوا مثل الكويت في الحريات العامة، فإن الأمنية اليوم التي تشغل النشطاء هو أن يحفظ الكويت من مياه آسنة يراد أن تسمم واحتها الديمقراطية. آخر الفصول كانت من مجلس الأمة الكويتي، نائب برلماني كويتي أزعج أنظمة القمع وحمل ملفات حقوق الإنسان في الشرق والغرب، بات اليوم في نظرهم مطلوبا للعدالة ويجب أن تنزع عنه الحصانة، فيما القيود باتت بانتظاره في أي لحظة قنص أو مداهمة تجيد أجهزة القمع التخطيط والتنفيذ لها. النائب الكويتي الدكتور عبد الحميد دشتي من جهة، وأنظمة القمع في الخليج من جهة أخرى. أي حكاية هذه التي تجمع بينهما؟ ماذا بعد رفع الحصانة؟ وماذا بعد إعلان النائب الكويتي العام أو النائب العام الكويتي عن ضبط وإحضار نائب برلماني لا يملك غير لسانه الناطق باسم حقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب والتطرف؟ هل هناك تهديدات جدية تطال النائب الكويتي عبد الحميد دشتي؟ وإلى أي مدى يمكن أن تذهب السلطات الكويتية في التصعيد؟ هل هناك فعلا جناح سعودي في الكويت يتولى إدارة حكومة الظل، أم أن الكويت وأخيرا أضحت ظلا للشقيقة الكبرى وعضوا مطيعا في مجلس التعاون الخليجي؟ أعزائي المشاهدين، هذه الأسئلة وغيرها نتناولها في هذه الحلقة الخاصة وعبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن مع النائب الكويتي الدكتور عبد الحميد دشتي رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان في جنيف. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور، يعني حتى تتوضح المسألة جيدا، هناك قضية عريضة وطويلة تشغل معظم وسائل الإعلام وعلى وجه الخصوص في منطقة الخليج، اسمها الدكتور عبد الحميد دشتي. الدكتور عبد الحميد دشتي، يعني إلى أي حد يمكن أن نقول بأن هناك جهات معينة في دول الخليج تسعى من أجل ملاحقة الدكتور عبد الحميد دشتي بسبب نشاطه الحقوقي؟ وهل أن هذه الجهات بالفعل لها علاقة إلى حد كبير بالدور الذي يقوم به عبد الحميد دشتي على المستوى الحقوقي في أكثر العواصم الأوروبية، نتحدث عن جنيف وغيرها؟ هل هناك جهات محددة تسعى لملاحقة الدكتور؟ وما هي هذه الجهات تحديدا وما خلفية هذه الملاحقة؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا شك يعني دول الخليج وأحدد تحديدا يعني السعو وهابية والبحرين. يعني السعو وهابية هذه يعني إشارة للوهابية المنطلقة من كيان السعودية، وبالتالي اليوم بعد أن افتضح أمر هذه البقعة من الأرض التي سببت الدمار للعالم قاطبة والإنسانية اليوم تعاني، فمن جملة من يعاني أنا
والسبب في ذلك أني أنا في منطقة الخليج في دولة نشأنا وربينا وتوارثنا حرية التعبير والممارسة الديمقراطية والتجربة البرلمانية، حيث أنه منذ أن سن دستور دولة الكويت، والكويت بلد ديمقراطي، بلد مؤسسات دستورية، ينعم بدستور يحقق يعني الحقوق الإنسانية الأساسية من حرية اعتناق الفكر وحرية التعبير، واللي هي أهمها، وبالتالي دولة ملتزمة بالاتفاقيات الدولية والمواثيق وخلافه. للأسف أنها يظهر في زمن الردة اللي بدأ أيضا وانعكس على الدول الديمقراطية مع بداية ما سمي بالجحيم العربي وضريبة انضمامنا لمنظومة دول مجلس التعاون. وأنا لا أقولها متحاملا، لأن أنا دائما مع وحدة الأمة. يعني حقيقة الإيمان بارتباطنا كشعوب عربية وشعوب خليجية بوحدة الهدف والمصير. ولكن للأسف أن المنظومات اللي أنيط فيها وفقا لميثاق جامعة الدول العربية ومن بعد ذلك النظام الأساسي لمنظومة دول مجلس التعاون، حكومات تسعى إلى تنفيذ هذا الإيمان بوحدة الهدف والمصير المشترك. للأسف أن هذه انعكست انعكاس ضد إرادة الشعوب. فبنشوف الجامعة العربية اتخذت كل القرارات التي تنسف أصلا وحدة الهدف والمصير وتطلعات أبناء الأمة قاطبة، وهكذا منظومة دول مجلس التعاون. نحن في الكويت يعني وين الخير اللي شفناه من منظومة مجلس التعاون؟ الآن يقولون عبد الحميد دشتي جاحد، لأن نسى أن مجلس التعاون وقف معه في سنة 90. لا تخلونا نفصل ونتكلم في مؤامرة غزو الكويت ومن كان ضليعا وشريكا، لا نريد أن نتطرق لهذا. ولكن المحصلة في النهاية أنا أتطلع لما فيه خير ورفعة وازدهار وتنمية الخليج، وأن تكون بلدي الكويت نموذجا يحتذى فيه ومعيارا لكل دول الخليج. دكتور، في يوم من الأيام كانت سابقتنا حقيقة في الديمقراطية والحريات. وصلت إلى حال مزري لا يمكن لكل شريف حر دكتور، يعني دكتور هذا النموذج الكويتي يعني بشكل مباشر، هل تشعرون بالفعل أن هناك خطورة تواجهه، خاصة النموذج الديمقراطي المعروف عن الكويت؟ هناك الكثير من الكلام بأن هذا النموذج بات تحت المفك السعودي. لا، هو بصراحة بعد ممارسة مجلس الأمة الأخيرة أنا أعتقد ضربت التجربة البرلمانية والديمقراطية في مقتل. اللي عمل رئيس البرلمان الكويتي السيد مرزوق الغانم، اللي عمل أكبر رحمة الله عليه، كان رئيسا للجنة صياغة الدستور في المجلس التأسيسي. والله مهما كانت الضغوطات عليه كان من الأشرف والأجدى أن يقدم استقالته إن كانت فيه ضغوطات. أما إن كان هو راغب في ما آلت إليه الأمور في الجلسة الأخيرة في مجلس الأمة ليناقش، وفي سابقة مفضوحة وغير مستخدمة كأداة برلمانية بأن ينظر في عذر نائب من عدمه، عيب. لكن دكتور يبدو أن يعني الأصوات لم تكن هناك حاضرة في مجلس الأمة. يعني في أغلب الأحيان كان يفترض بشكل عام يعني أن يكون هناك صوت اعتراضي في الوسط السياسي، في الوسط الحقوقي داخل الكويت. هل تشعر بخيبة أمل إزاء غياب هذا الصوت المعترض ضد هذه الهجمة التي تتعرضون لها؟ بشيء من الصراحة
الكويت وبسبب عضويتها في منظومة دول مجلس التعاون، نعم. وبسبب توقيع الاتفاقية الأمنية في نوفمبر 2012 اللي لم يصادق عليها من قبل البرلمان الكويتي، ولكنها وأقولها وللمرة الألف نعم. إنها قد نفذت بحق كل الدول الأعضاء بالتفافة على الشعوب، حيث أن المادة 20 من الاتفاقية الأمنية نعم. التي ذكرت بصريح العبارة تتبع الدول الأعضاء إجراءات المصادقة المنصوص عليها وفقا لتشريعات كل دولة عضو. كلام جميل جدا، فاصلة، وتدخل حيز النفاذ. نعم. فور إيداع ثلثي الأعضاء الاتفاقية مصادق عليها بعد 30 يوم للأمانة العامة، وبالتالي أودعوا 4 دول نفذت بحق الكل. نعم. هنا بدأنا نرى الردة في الحريات، حيث أن أول شكوى قبلناها بعد ذلك التاريخ بحقي أنا في العام 2014، والشكوى قيدت برقم 10 على 2014 لما حكومة البحرين اشتكت علي بعدما قمت بدوري الموجع وإخواني وزملائي الناشطين البحارنة والخليجيين في تبني مطالب الشعب البحريني المحقة بطرق سلمية وفقا للمواثيق والإعلانات وما التزمنا فيه احنا كناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان للأسف. نعم. هذا دكتور لو سمحت لي، يعني في موضوع البحرين، يعني يلاحظ بأن يعني سيرة الملاحقة التي تتعرض لها بدأت إلى حد ما من البحرين على خلفية موقفك الحقوقي التضامني مع شعب البحرين وقضيته في المطالبة بالديمقراطية. في آخر هذه الحكاية، حكاية الملاحقة من البحرين، يعني أصدرت محكمة بحرينية في ديسمبر من العام الماضي حكما ضدك بالسجن 2 سنين. هل تتوقع بأن، ولاحظنا بأن يعني السلطات في البحرين أعلنت بأنها تنوي اتخاذ إجراءات لوضع اسمك على لائحة الانتربول والملاحقة، كيف تنظر إلى الموقف البحريني منذ البداية؟ يعني منذ البداية أنت كنت موضع يعني ملاحقة وموضع اتهام منظم وممنهج من قبل السلطات في البحرين. كيف تنظر لهذه الحملة الممنهجة من البحرين ضدك؟ وهل تتوقع بأن بالفعل راح تتخذ السلطات في البحرين إجراءات على مستوى الشرطة الدولية؟ حقيقة يعني كل ما تذكر لي هذه القصة حقيقة نعم. من باب السخرية. نظام البحرين يتعامل بطفولية سياسية نعم. إن صح لي تسميتها، يعني ولا كأنهم يديرون دولة ويعرفون قواعد العمل الحقوقي الإنساني الدولي، تطبيق الاتفاقيات، المعاهدات، الالتزام فيها. حقيقة هم صغار، زادهم صغرا عندما ارتهنوا في قرارهم السياسي الصرف للسعودية بعد أن عبرت قواتها الجسر وقمعت بهذا الشعب المسالم. وإلى اليوم القادة والرموز اللي قادوا العمل الحقوقي السلمي المشروع هم في السجون، وآخرهم سماحة الشيخ علي سلمان، ولا أريد أن أستذكر الجميع اللي نكلهم كل التحية والتقدير وندعو الله بأن يفرج عنهم. وأيضا الحقوقيين أمثال الأستاذ عبد الهادي الخواجة، وكذلك الأخ نبيل رجب، فبين معتقل وممنوع من السفر محجور عليه. ولكن بالتالي دكتور، لكن يعني البحرين كانت لها تجربة وأكثر من تجربة في ملاحقة نشطاء
معارضين في الخارج، وبعضهم تم تسليمه عبر مطارات عربية ودولية. وبالتالي ألا تعتقد بأن التهديد وربما التحذيرات التي وجهت لك من قبل سلطات البحرين تحمل قدرا كبيرا من الجدية؟ يعني خليني بس من باب الحقيقة المداعبة لأن أيضا يعرف نعم. السادة المشاهدين، حكومة البحرين بدون تجني تمارس طفولة سياسية دبلوماسية بكل معنى الكلمة. يظهر الهيمنة السعودية بعد أن يعني احتلت فعليا بالقوات، ومن خلال الهيمنة السياسية البحرين أصبحت مرتهنة للسعودي وهابية تماما منذ عام يعني 2011 عندما كان الحراك في دوار اللؤلؤة واقتحمت القوات عبر الجسر هذا الدوار، وما زالت قابعة إلى اليوم وهي مهيمنة على البحرين والقرار البحريني مختطف. فعلا الممارسات صبيانية ليست ممارسات دولة. يوم بدون تجني أمانة ومستعد بالسوابق والأحداث نذكر ممارسات والآلية اللي تتعامل فيها حكومة البحرين مع مطالب شعبها أولا ابتداء، اللي زجت كل قادة حراكهم السلمي المشروع اللي متوارثين أرض البحرين عبر قرون امتدت ل1000 سنة، وقبل أن يأتي الخليفة حكاما لهذه الجزيرة من 230 سنة. كل أحفاد هؤلاء اليوم بالسجون، واللي انسحبت جنسيته، واللي منذ أن تم يعني تشكيل لجنة خلنا نقول بقرار ملكي وطنية أممية برئاسة المستشار الدكتور بسيوني، وانتهت إلى توصيات وأيضا التوصيات الأممية. ولكن اليوم أجهزة الاستخبارات والأردنيين هناك والباكستانيين والمرتزقة والكل، كل من يعينهم وكل من أتى بأوامر سعودية دكتور عبد الحميد، يعني خليني بس أكمل هذه الجزئية. وبالتالي حاولوا بعد أن كمموا أفواه قادة رموز العمل الوطني والحقوقي البحارنة، قالوا يمكن نطال زملائهم عبد الحميد دشتي مسبب لنا متاعب، خلونا نرهبه. وقدموا شكوى لحكومة دولة الكويت، وهذه من مساوئ انضمام دولة الكويت لمنظومة دول مجلس التعاون اللي تعيش فترة ردة في حرياتها وديمقراطياتها، وانعكست على الكويت بشكل سيء للغاية. صرنا احنا بدل أن نكون معيار يتخذون دول الخليج لأن يكونوا مثلنا ويعطوا شعوبهم برلمانات وديمقراطية ودساتير وحقوق إنسان وحريات تعبير وحريات ممارسة كل حرياتهم وحقوقهم المنصوص عليها في كل الاتفاقيات، بما فيها الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري. أنا أقولها هكذا لأن أكو تمييز عنصري يمارس في كثير من دول الخليج، ولن نسكت عنه في قادم الأيام. في البحرين نموذج صارخ لهذا. دكتور، فحاولت حكومة البحرين لما عجزت راحت سوت لها فيلم رخيص، يعني تستخسر بأن تقوم دولة بأعمال بلطجة كهذه. يأتوا بأحد الناشطين اللي لا أعرفه، وإن كان يشرفني هو وكل ناشط مهما صغر ومهما على شانه في البحرين وفي الخارج يحكي في مظلومية الشعب البحريني. أتوا فيه وأرغم وتحت تعذيب وبصموه على أوراق إنه قول إن عبد الحميد دشتي أعطاني مبالغ من المال أوصلها لأسر المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي اللي هم الإرهابيين الجلاوزة اللي اليوم مهيمنين على البحرين، يسمون الشرفاء المنادين بأبسط حقوقهم الإنسانية بالإرهابيين. وهذه اليوم المعايير اللي انقلبت حقيقة. وبالتالي يبصمون على أوراق ثم يحكمون غيابي ب2 سنين سجن
كتبت لوزارة الخارجية في دولتي، نعم. كتبت لرئيس البرلمان، قلت دكتور أسمع عبد الحميد، جعجعة يعني جزء من الموضوع يمكن أن نحيله إلى أزمة التوتر القائمة بين إيران والسعودية. هل برأيك أن يعني موضوع الذي يعني يتعلق بك فيما يتعلق بالملاحقة من قبل السعودية والبحرين والكويت حاليا، هل بالفعل له علاقة مباشرة بأزمة التوتر القائمة بين السعودية وإيران، وبالتالي بمجرد معالجتها والانتهاء منها يمكن أن ننتهي من هذا الملف وغيره من الملفات؟ المشكلة أن بالتأكيد هذا عين الصواب ما تتفضل فيه، لكن هذا ينم عن جهل. ما علاقتنا احنا كمكونات في دول الخليج قاطبة، مؤسسين لهذه الدول، نحن مواطنين كاملين الأهلية وكاملين الدسم، لا علاقة لنا لا في إيران ولا في السعودية. صراع سعودي إيراني موجود، ما هو معلن وما هو خفي. يعني اليوم إيران قوة تعاظمت، تريد أن تظهر للعالم مدى التزامها بالمواثيق وكل يعني استعراض عضلاتها بعد توقيع 5+1، ولكن لم نراه أن يأتي في جانب سلبي. لم نسمع أن هدد دولنا. السعودية تستبق، تعتقد بأن نحن دولة مهيمنة كبرى، حطينا كل دول منظومة مجلس التعاون نرهبهم، لدينا قنابل نووية موقوتة لم يوقع عنها أي اتفاقية نستطيع تدمير البشرية ودول الخليج والدول العربية، ودمرنا الأمة، وهي الوهابية التي صنعت القاعدة وطلبان والداعش والنصرة وكل الحركات الإرهابية. نريد أن نهيمن. يعتقدوا هذا الكرت كرت الأقليات الشيعية في دول الخليج، وإن كانوا هم أغلبية في البحرين، إلا أن دول الخليج أو بالنظرة السعودية الدونية لمواطني دول الخليج من اللي يتعبدون وفقا للمذهب الجعفري اللي هم الشيعة، نظرة عنصرية منبوذة كريهة شرعا ثانية، والمواثيق كلها ترفضها. وبالتالي ما تفضلت فيه هو واقع الحال. لكن رسالتنا لهم، ما علاقة الشيعة في إيران؟ الشيعة مواطنين لهم ما لأي مواطن في دولهم. الفيصل المعيار هو مدى الالتزام بالواجبات اللي تقع على كل مواطن ومدى تمتعه بحقوقه كاملة. وبالتالي إيران كما هي أمريكا بالنسبة لمواطنين كل دولة خليجية، كما هي روسيا، كما هي أي دولة عربية نرتبط معها بمواثيق، أو إذن كانت عربية دول شقيقة بميثاق جامعة الدول العربية، أو إذا كانت من الدول الخليجية فبمنظومة مجلس التعاون. لماذا نشكك؟ لماذا نرتهن ونحاول نمارس كل هذا الضغط؟ يعني أول امبارح في منطقة الهفوف في الشرقية في السعودية يمنعون مساجد من أن تقيم الأذان وفقا للمذهب الجعفري. هذه ممارسة منبوذة محرمة يعني وفقا للاتفاقية الدولية. دكتور لو سمحت لي دكتور عبد الحميد، يعني في موضوع الكويت يعني بشكل مختصر لو سمحت، يعني جرى الحديث عن مبادرة إيرانية لإنهاء التوتر بين إيران والخليج، ويقال بأن أمير الكويت بعث بعدة رسائل من جانب إيران إلى زعماء خليجيين. جرى هناك يعني الحديث عن هذا الموضوع، وأكدت هذا الشيء يعني بعض الوزراء الخليجيين. برأيك بشكل مختصر، هل ستنتهي هذه الأزمة بين إيران والخليج وبالتالي تنتهي كل الملفات العالقة الداخلية والإقليمية؟ طبعا حضرتك في بداية الحوار ذكرت أن الكويت هي معيار ونموذج للحريات والديمقراطية، ولا شك أن سمو أمير دولة الكويت
وهو يعني الحائز على لقب قائد الإنسانية، ولأول مرة يعني يحوز قائد على هذا اللقب، وهو يعني سمو الأمير يستحق هذا اللقب. وكم عمل سموه في سبيل رأب الصدع بين الأشقاء. إن شاء الله يوم 18 يوفق الله سمو الأمير بأن يجمع الأخوة والفرقاء في اليمن، وأن تكون تلك باكورة لإنهاء الصراع وإنهاء قتل أهلنا في اليمن اللي قاعد يتم بيد السعودية منذ سنة إلى اليوم. وإن شاء الله أن ننتهي في نهاية المطاف إلى قرار أممي. طبعا سمعنا عن مبادرة سمو الأمير. سمو الأمير لما كانت لدى الجمهورية الإسلامية، كما كونها جارة، وكون أن هناك علاقة حميمة بين الأسرة الحاكمة منذ 350 سنة، منذ عهد صباح الأول مرورا بمبارك الصباح اللي ذريته اليوم تحكم الكويت، رضوان الله على الماضين ويطول بعمر سمو الأمير ويحفظ الكويت وينأى بالكويت إن شاء الله من الضغوطات هذه الهيمنة. لا شك أن سمو الأمير مع دول الجوار علاقته طيبة مع العراق ومع الجمهورية الإسلامية. دكتور إذا سمحت لي بدور، بس نتمنى أيضا يعني أيضا جوارنا في السعودية يعني يسمحوا لهذه المبادرة أن تمر لما فيه خير وصالح الأمتين العربية والإسلامية ودول الإقليم وللإنسانية قاطبة. وإن شاء الله نأمل، لكن بصراحة أنا لا أريد أن أستبق الممارسات اللي تتم يعني مزعجة من قبل السعودية، ولكن لا نيأس ولا نقنط من رحمة الله، وإن شاء الله نأمل أن يكون في ذلك فاتحة خير لأن ترتاح شعوب دول الخليج، سنتها بشيعتها بكل مكوناتها، مسيحيينها بمسلمينها بمن بقي فيها من اليهود أيضا اللي هناك يعني تعاليم. إذا سمحت لي ناخذ يعني فاصل قصير ثم يعني نواصل الحوار حول هذا الموضوع، وخاصة فيما يتعلق بردود الأفعال التضامنية وأيضا المواقف التي يمكن أن تتخذ في هذا السياق. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نعود إليكم.